الصراحة يعني أنا شايف نفسي مستحيل أنجح يعني. ليه بقى؟ أصل مستحيل يعني يبقى ما حيلتكش حاجة وتنجح وتبقى غني يعني ما بتحصلش غير في الأفلام بس يا باشا. لا هو الموضوع حظ، أنت ونصيبك. مشكلة في البلد والناس يا باشا، محدش بيساعد حد. أنا من حقي إن يتوفر لي فرصة. ليه بقى من حقك؟ لا يا ريس، هي الفكرة مش قصة حقي، هي كل الفكرة إن اللي ليه ظهر ما بيتضربش على بطن. طيب مبدئيا كده بقى خلينا نتفق اتفاق، كل حاجه في الدنيا دي ليها تمن، واللي مش هيفهم الجمله دي كويس ويتعامل بيها في حياته هيزعل جامد وهيتعب وهيلاقي نفسه برضه وصل لنفس النتيجه، واللي هي ان مفيش حاجه في الدنيا دي ببلاش، ومش لازم التمن على فكره يكون فلوس. يعني النجاح تمنه تعب ومجهود وتفكير وارهاق وتضحيه بحاجات بتحبها، وكل ما هتكون تعبت اكتر وضحيت اكتر نجاحك هيبقى اكبر. يعني لو عايز عربيه يبقى تمنها فلوس، ولو عايز صحه يبقى تمنها اهتمام ورياضه وانضباط، ولو عاوز جنة فتمنها الالتزام والعبادة والبعد عن كل ما هو حرام. وكل ما كان قدرتك على الالتزام أكبر كل ما كانت الجنة أقرب لك. مفيش حاجة ملهاش تمن. طيب ايه بقى دخل الجملة دي في موضوعنا، واللي هو ازاي ابدأ شغل اضافي يعمل لي فلوس حلوة بس من غير رأس مال؟ هقول لك كل الطرق اللي مش محتاجة رأس مال، بس اولا لازم تفهم انك اكيد هتكون محتاج تتعب اكتر من اللي هيكون معاه رأس مال، لانك هتعمل فلوس من غير ما تدفع فلوس في الاول. ده ليه تمن، والتمن هنا هو انك هتتعب في الاول اكتر من لو كنت معاك رأس مال. فاهمني؟ يعني لو انت معاك رأس مال وبدأت في مشروع اكيد لازم هتتعب وهتكافح، بس رأس المال بيساعد في الاول. فلو مفيش رأس مال فانت اكيد هتتعب وتكافح اكتر. فانت بقى افهم انت داخل على ايه. لازم تعرف انك محتاج تستحمل، وتعرف انك مش هتاخد ارباح سريعه. ثانيا بقى انك كده كده هتدفع رأس مال، كل الاختلاف انك هتدفعه من ارباح البيزنس نفسه مش من جيبك من قبل ما تبدأ. ولما نبدأ في الامثله هتفهم الحته دي اكتر. خلونا نبدأ بالفريلانس. اتعلم فوتوشوب او مونتاج او ترجمه او كتابه محتوى، وده التمن في الفريلانس، هو انك تتعلم حاجه ليها فئه مستهدفه، يعني ليها ناس بتحتاجها، حاجه تكون احتياج. وعشان بقى تسهل على نفسك التعليم شوف انت بتعرف تعمل ايه، لان كل الناس عندها مواهب في حاجات معينه، مفيش حد معدوم المواهب. أنا ما عنديش مواهب خالص. لا في، بس الفرق ان في ناس بتعرفها وناس ما بتعرفهاش ولا بتدور عليها. في حد بيعجب بحد ويبقى عاوز يكون زيه وخلاص، ويفضل يحاول ويحاول من غير ما يتأكد ان عنده المؤهلات اللي عند الشخص التاني اللي عاوز يبقى زيه. يعني مثلا مغني مشهور عاوز ابقى زيه، هل بقى انا صوتي حلو؟ انا ده اللي هو يعني مش انا صوتي حلو طبيعي، يعني مش كل الناس هتبقى زيي، تمام؟ لا ولا صوتي حلو ولا حاجه، انا بهزر. الباشا منين؟ بس المهم انك لازم تبقى بتدور جواك انت بتعرف تعمل ايه، وابدأ شوف الحاجة اللي وانت بتعملها لا بتحس بتعب ولا بتيأس ولا بتزهق، وابدأ وفكر ازاي استغل الحاجة دي مهما كانت بسيطة. يعني مثلا واحد شاف نفسه بيلعب جيمز على الكمبيوتر، واي لعبة بيلعبها بيفضل وراها لحد ما يبقى شاطر فيها، فعمل قناة جيمنج على اليوتيوب وبقى جيمر وبقى بيعمل فلوس كويس. فهمت الموضوع؟ انت ممكن تستغل حاجة الناس كلها كانت شايفاها تافهة، بس مش لازم الموهبة تكون مهارة في الرياضة او ذكاء في العلم او حتى صوت حلو. ممكن حد يبقى ذكي اجتماعيا، عنده ذكاء اجتماعي، فيستخدم انه شاطر في انه بيعرف يبني علاقات مع الناس، في انه يشتغل في التسويق او المبيعات ويعمل نتائج رهيبه. دور على اللي انت بتعرف تعمله. طب في حاجات أعملها من غير ما أدور، حاجات كده تكون مش محتاجة مواهب. هقول لك بس انت كده مكسل تدور جواك من اولها، واحنا قلنا المفروض لا في كسل ولا في يأس. عشان انت حبيبي انا هقول عندك يا سعاده الباشا كام حاجه كده مش محتاجين موهبه، بس طبعا الموهبه بتساعد، بس لو مش موجوده عادي هتعرف تبقى شاطر فيها. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، عندك التسويق والمبيعات. لو عندك ذكاء اجتماعي هتبقى شاطر، بس لو ما عندكش سهل تتعلم، لان التسويق والمبيعات ليهم منهج. ولو عندك موهبه بس من غير المنهج مش هتنجح، لكن لو ما عندكش الموهبه وعندك المنهج هتنجح. طيب هجيب المنهج ازاي؟ في طرق سهله وفي طرق صعبه. الطريقه الصعبه هو انك هتعلم نفسك بنفسك، وهتدور على اي منتج او خدمه تسوقها لاي شركه بعمولات. الشغل بالعمولات بيفتح لك اكتر من طريق، لان في النهايه صاحب المنتج مش خسران، انت هتسوق له المنتج بتاعه، ولو عملت نتائج هيديك عمولات، ولو ما عملتش نتائج فخلاص معلوش اي خساره، مش هيديك حاجه، فهتلاقي اكتر من فرصه. طيب هعلم بقى نفسي ازاي؟ عن طريق الكتب والانترنت. ولما تبدا تعمل عمولات خد الفلوس دي وادفعها في كورسات مع مدربين مشهورين، لان الكتب والانترنت مش هيوصلوك لاعلى مستوى. لازم مدرب محترف عنده خبره
هو اللي يعلمك ويديك الجزء المهم وهو التجربه العمليه. ودي الحاجات اللي مش هتلاقيها على النت، لان اللي عندهم خبره ومعلومات هتلاقيهم تعبوا فيها ومش هيفرطوا فيها ببلاش على اليوتيوب، هتلاقيهم عاملين كورسات بفلوس سواء اونلاين او اوف. الطريق بقى السهل هو انك تلاقي شركه بتدرب المسوقين بتوعها او بتجيب لهم مدربين، ودي هتوفر عليك كتير سواء وقت او مجهود او فلوس. وهيكون دورك هنا انك تهتم وتتعلم بجد. انا في شركتي بعمل كده، اي حد يقدر يدخل الشركه وينضم لفريق التسويق ويتدرب تدريبات على اعلى مستوى اسبوعيا ومجانا، والعمولات كبيره وفي صناعه كبيره زي العقارات. وده يعني مثال، اكيد هتلاقي شركات زي شركتنا تاني. الخص لك بقى الكلام، في مهارات اي حد يقدر يتعلمها زي البرمجه او التسويق او الجرافيك او المونتاج والتصوير والترجمه. تقدر تشتغل في المبيعات بعمولات في البدايه وبدون راتب ثابت علشان تلاقي بسهوله حد يرضى يشغلك معاه، لان زي ما قلت لك من شويه طالما مفيش راتب فصاحب المنتج مش خسران حاجه، لانك مش هتاخد عموله الا لو بعت، ولو ما بعتش مش هتاخد حاجه. ودي بقى تاخدنا لاخر واهم حاجه، هو انك لازم تتخلى عن فكره الراتب الثابت ده لو كنت ناوي تنجح نجاح كبير، لان الراتب عمره ما هيوصلك لنجاح كبير في حياتك. وايا كان المرتب كام فانت برضه هتفضل في ازمات ماليه، لان كل ما المرتب بيزيد انت بتسيستم نفسك عليه. نادرا قوي الناس اللي بتعرف تدخر من المرتب. ما المرتب امان برضه، يعني مهما كان قليل بس برضه فلوس بتيجي اخر الشهر. اولا انا بكلمك عن نجاح كبير. تعمل ازاي نجاح كبير بمرتب 2000 جنيه في الشهر ولا حتى 5 ولا حتى 10؟ هل في النهايه هتبقى مليونير؟ تاني حاجه، انت بتفترض انك لو اشتغلت من غير مرتب ثابت فده معناه اني هاجي اخر الشهر الاقي نفسي ما عملتش فلوس خالص، فيبقى المرتب القليل احسن حتى لو 1000 جنيه. انت متخيل انت داخل على شغل عاوز تغير حياتك بيه وانت بتفكر بالطريقه الانهزاميه دي؟ انت اول حاجه بتفكر فيها انك مش هتعمل. طب ليه؟ فكر في انك لو عملت مثلا لو وظيفه هتشتغل 10 ساعات في اليوم وهتاخد 3000 جنيه في الشهر، او ابدا في صناعه زي صناعه العقارات في التسويق والمبيعات واشتغل برضو 10 ساعات في اليوم، وانا اضمن لك من خلال شغلي في المجال ده حوالي 10 سنين انك هتعمل في اول شهر ليك على الاقل 20000. بس الشرط انك تشتغل 10 ساعات زي ما كنت هتشتغلهم وانت موظف. مشكلتنا اننا اتبرمجنا على الوظيفه، بقى لازم يكون في بصمه علشان نروح في ميعادنا ونمشي في ميعادنا، بقى لازم يكون في مدير عشان اشتغل واخلص اللي ورايا، لازم يكون في حوافز او خصومات عشان اشتغل واطور من نفسي، لازم يكون في تارجت اجباري علشان اجيب اخري. كلها حاجات هي علشان مشروعك ينجح، بس المشكله اننا مش بنعملها، لان لا بيكون في بصمه ولا مدير ولا حوافز ولا خصومات ولا تارجت اجباري. انت اللي المفروض تحط لنفسك تارجت وتحاسب نفسك وتلتزم بانك تروح الشغل في ميعادك وتدي عدد ساعات كبير، وكل ده من غير ما يكون في رقيب عليك. انت الرقيب على نفسك. النجاح عاوز حد ناشف، عاوز رجاله لو انت ذكر، وعاوز قوه تحمل لو انت انثى. انشفوا كده واعندوا مع نفسكم وهاتوا اخركم. ما تبقاش بارد ولا بيأثر فيك لما حد يقول عليك فاشل ومش هتنجح، فاللي هو انت خلاص ما بقتش تتوجع من الكلام ده. لا يا حبيبي، اسخن كده شويه وتنحرر وخد الكلمه على قلبك وتعصب شويه وطلع الطاقه دي في الشغل مش في الشكوى والشماعات. فكك، دوس وانشف علشان مش سهل، لا الوصول للنجاح سهل ولا تحمل الفشل سهل. فصعوبه بصعوبه بقى يبقى ما عندكش بديل غير النجاح. وبلاش بقى والنبي الجماعه اللي هيقولوا لي كلام تنميه بشريه وشغل مش عارف ايه، انا ما اعرفش التنميه البشريه ولا حتى خدت كورس فيها ولا حضرت لها اي حاجه، ولا اعرف هي حلوه ولا وحشه، ولا اعرف اصلا اللي انا بقوله ده موجود في التنميه البشريه ولا لا. بس اللي اعرفه ومتاكد منه اني بقول لك الكلام ده بناء على تجربه وخبره وتعلم سنين، ولو ما كنتش وصلت لجزء من النجاح ما كانش ينفع اطلع انصحك. طالما الشخص لسه ما نجحش يبقى ما ينصحش، ينصح لما ينجح علشان يبقى عنده التجربه الناجحه اللي يقدر يفيد بيها غيره. وانا الحمد لله لسه على قدي بس مش بطال. تاني حاجه بقى، الناس اللي هتقول لي يا عم انا اصلا مش عايز انجح نجاح كبير، انا اوجع دماغي ليه؟ انا على الرايق، براحتك عادي خالص، اعتبرني ما قلتش حاجه. بس بلاش تحبط الناس، انت الموضوع بالنسبه لك مش مهم، بس في ناس النجاح بالنسبه لها مهم، لدرجه ان في ناس عايشه حياتها لهدف معين او نجاح معين. فسيبهم، وزي ما هم تقبلوا رغبتك في تكبير الدماغ انت برضو تقبل محاولاتهم في النجاح. لايك، شير، كومنت، فولو، سبسكرايب، اشترك، ظبط الدنيا، كل حاجه. عايزين حاجه؟ سلام عليكم.